جيت باخد نظرة كده على الكومنتات، لقيت واحد بيقول طب وانا هروح ازاي وانا معيش فلوس امريكا وكده ولا كسبت الهجرة يعني. فببص لقيت واحد تاني بيرد عليه بيقول له ده هم هيدوك بيت وهيدوك شغلانة، ولو ما اشتغلتش اول شهر هيدوك اعانة بطالة مش عارف كام دولار، مش فاكر قال له كام. بس واضح ان هي حاجة في الاحلام يعني. يعني انا طالع علشان اكذب تماما الموضوع ده، لا هيدوك ولا هيدوروا لك على بيت ولا هيعملوا لك اي حاجة. ولا عارف لو قعدت من ان شاء الله قعدت سنه ما بتشتغلش، الاعانات واقفه كلها دلوقتي، واقفه بقى لها يعني من ساعه ما جو بايدن مسك والاعانات واقفه يعني من سنه 21. فلا هيدوك اعانه بطاله ولا هيدوروا لك هم على شغلانه ولا هيجيبوا لك سكن. تمام كده كله هيبقى على حسابك انت من اول ما تروح امريكا. هم بس الحاجه الوحيده اللي هيدوها لك التاشيره، دي الحاجه الوحيده المجانيه اللي انت هتاخدها يعني من امريكا. بس يعني هو دي الحاجه الوحيده. الجرين كارد اللي هتروح هناك، حتى الجرين كارد لما تروح هناك مش يعني هيدفعوك فلوس، مش حتى ده على حسابهم، لا لا لا، حتى ده هيدفعوك فلوس يعني. فخدوا بالكم من الموضوع ده. امريكا مش هتجيب ناس عشان هي تصرف عليهم، امريكا عايزه ناس عشان تيجي تشتغل ويعني في شغلانات، بعض الشغلانات مستحيل الامريكان يعني او واحد في امريكا بقاله كتير ياخدها. فهم عشان كده بيبقوا عايزين مهاجرين يعني. عشان تبقى عارفوا هتدفع ضرايب وزيك زي الامريكان بالظبط اول ما تروح، والسكن هتدفع نفس السعر بالظبط، نفس كل حاجه زيك زي الامريكان. كل حاجه في امريكا محتاجه فلوس يعني، ما فيش اي حاجه على حسابهم ابدا. عشان بس ايه تبقوا عارفين. طب انا معايا طفل يا علي، معايا طفل سنه اقل من 18 سنه، هل هيجيبوا لنا مش هيجيبوا لك اي حاجه. معاك طفل، معاك اسره، رايح لوحدك، رايحه لوحدك، سنك حتى 18 سنه، سنك 20 سنه، سنك 50 سنه، سنك 70 سنه، امريكا مش تديك حاجه خالص. الحاجه الوحيده اللي هتديها لك التاشيره فقط، تاشيره ان انت بتروح، وختم الجرين كارد اللي هو بتروح هناك بيجي لك من زي ما قلنا الموعد بتاعه بيجي في قد ايه يعني، في خلال 3 شهور هيكون عندك يعني. لو ما لقيتش الحاجات دي عادي ممكن تنزل تشتغل انت بقى منك لنفسك في الخباثه كده، فاهم؟ هما ما بيدولكش حاجه، وهم حتى مش هيبطلع لك حق العمل يعني. يعني انت هتشوف لك حد يشغلك من تحت لتحت، وغالبا يعني نادرا قوي لما تلاقي حد من الامريكان بيعملها. فعشان كده بقول لك اعمل حسابك في مبلغ اللي يقعدك هناك 3 شهور، لان ممكن الورق بتاعك والورك بيرميت والسوشيال سيكيورتي نمبر يطلع لك بعد 3 شهور. ممكن تفضل قاعد ال3 شهور كاملين انت اللي بتصرف على نفسك تماما. الا بقى لو هتلاقي شغل عند حد من العرب في الخباثه كده، طبعا هيقبضك يعني قبض هيبقى مقرف قوي، يا دوبك يعيشك بالظبط يعني بالسحت زي ما بيقولوا كده. يعني هتعيش بالسحت، عارف اللي هو مش يعني مش تقدر حتى تنغنغ على نفسك وكده. وكله في الاول في امريكا كان كده على فكره. يعني هي بتتطلب في الاول بيبقى شويه بهدله، وده عادي خالص تبقى مع الناس كلها، شويه البهدله دي على الناس كلها. فعشان كده بقول لك ما تجيش باقل من 10000 دولار، 15000 دولار، تمام مفيش اي مشكله. ولو اسره مش اقل من 15 يعني عشان ما احبطكوش دولار طبعا. ده عشان تعرفوا تعيشوا ال3 شهور. طب انا يا علي ليا ناس هناك هيساعدوني ومش عارف ايه، خلاص انت ليك ناس هناك هيساعدوك. روح باي مبلغ انت عايزه طالما ليك ناس هناك هيساعدوك وهيظبطوك. ليك قرايب في امريكا. في ناس بتقول لي اجيب مشكله الضامن منين؟ ما انت لو عندك قرايب حطه ان هو الضامن بتاعك في امريكا. لو ما عندكش قرايب، في جروبات على الفيسبوك، محدش بقى ارجوكوا يدخل يقول لي علي هي فين الجروبات دي، لا ما انا ما اعرفش هي فين الجروبات دي الصراحه. انا كل قرايبي في امريكا، فانا يعني ما دورتش على اي حد خالص. وكل يعني كل اسرتي رايحه امريكا باللوتري برضه نفس الكلام. كل الاسره كلهم لوتري، وكله كانوا بيستخدموا في الاول يعني. اول ناس راحت خالص جابوا عرب من على الفيسبوك والكلام ده عشان يساعدوهم في الاول. طب ايه انت لازم في الاول حد يساعدك، انت مستحيل هتروح تقف هناك لوحدك. فزي ما بقول لك جروبات العرب، والعرب بيبقوا على الفيسبوك جدعان جدا، او مش شرط على الفيسبوك اي حد تعرفه. بس احذر من صحابك، احذر من صحابك. ليه؟ صحابك ممكن يقول لك انا هظبطك هناك. ده انا ليا ناس قرايبي هناك هيظبطوك اول ما تروح، واول ما تروح مفيش لا هتعرف توصل لصاحبك ولا اصحابهم، فاهم؟ فكل الكلام ده بيبقى اي كلام. فانت لازم تبقى مظبط مع اكتر من حد. اعمل حسابك كده. ايا كانت الولايه اللي انت رايح، شوف اللي انت قريبك ده ولا اللي هيظبطك صاحبك ده، ولا ايا كان انت جايبه يعني من على جروبات الفيسبوك او كده، شوف هو في انهي ولايه واكتب في الدي اس ان انت رايح له. تمام. بس حط في اعتبارك انه لو باعك انت كده رحت في 60 داهيه. فخدوا بالكم من الحته دي كويس جدا. تاني حاجه بقى، اكتر حاجه بتنرفز منها فعلا الناس اللي بتيجي تسالني بقى عن الحاجات اللي احنا عاملين عنها فيديوهات. يعني احنا بنبقى عاملين فيديو مثلا قاعد بتكلم فيه قد كده 20 دقيقه، 15 دقيقه، 10 دقائق،
والاقي حد جاي لي على الانستجرام يقول لي يسالني بنفس الحاجه اللي انا لسه عامل بيها الفيديو، وساعات ابقى لسه عامل الفيديو بقاله يومين ثلاثه والاقي حد جاي يسالني نفس السؤال. طب ما تركز اتفرجوا يا جماعه على الفيديوهات، وانا بعمل الفيديوهات دي لنفسي؟ ما انا لو بعمل الفيديوهات دي لنفسي خلاص بقى مش هحطها على اليوتيوب عشان الناس تستفيد. انا بحاول افيد الناس. بص انا لا بصفرك، يعني انا مش في ناس، في حد جه قال لي انا عايز علي ابعت لي تاشيره وانا معاك من الالف للياء اي مقابل تطلبه معايا، يعني اي مبلغ تطلبه هديه انت، انا مالي؟ طب انت لما انت معاك اي مبلغ اطلبه هتديهولي، طب ما تروح بقى تقدم انت قانوني وتيجي طالما انت مرتاح في الفلوس. حد قال لك ان انا قنصل؟ ولا اقول لك على حاجه، انا لو قنصل ما اعرفش اجيبك، انا لو قنصل ما اعرفش اجيبك، يعني دي حاجه عايزه السفير الامريكي دي علشان يجيبك. مفيش اي حد يقدر يجيبك امريكا خالص، انت كله الاعتماد على نفسك. سواء كسبت اللوتري، رحت طلعت فيزا دراسه، فيزا علاج، فيزا سياحه، وهتروح تعمل هناك لجوء، مفيش اي مشكله. انما تيجي تقول لحد جبني، لا، وتزعل لما ما يرضاش او يشتمك او يهزقك، ما طبيعي هيعمل كده لان مفيش حاجه اسمها كده. امريكا مش دول الخليج، ما ينفعش حد يبعت لك دعوه، ركز في الحته دي كويس. عقود العمل لازم تبقى شركه انترناشونال كبيره عشان تعرف تبعت لك عقد عمل، يعني اللي هو الاتش 1 بي، تمام. العقود العمل بتبقى صعبه مش زي ما انت متخيل، الا لو لقيت حد يعمل لك بقى اللي هي الفيزا العماله الغير ماهره اللي هي الاي بي 3. دي ممكن تبقى اسهل شويه، دي ممكن اوتيل يعملها لك او حاجه زي كده، بس برضه هتتطلب يعني وقصه، يعني اللي هو انت اشمعنى ده بالظبط، ويعني هيتعرض لمساءلات وفي الغالب ممكن ما يقدرش يعني يواجههم في الحته، ما يقدرش يواجه الحكومه الامريكيه في الحته دي عشان يطلع لك اي بي 3 يعني ويجيبك. فحط في اعتبارك ان انت عشان تبني حياه افضل او مستقبل اللي انت بتحلم بيه طول عمرك، اتعب في الاول، هتتعب في الاول ايا كان المبلغ اللي انت لازم تجيبه. اتصرف في فيديوهات انا عاملها بقول لك ازاي تجيب فيها المبالغ كله من على الانترنت، يعني انا مسهل عليك، ما بقولكش انزل اتمرن، انا عارف زمن الوظيفه وانا ضد الوظائف، انا بقول لك كل فلوسك تبقى من على الانترنت، مفيش اي مشكله، الدنيا سهله، انت قاعد في بيتك كل اللي انت محتاجه موبايل او لابتوب وتجيب فلوس عادي، تشتغل اي شغلانه على النت اللي انا متكلم فيهم قبل كده كتير وشارحين يعني في فيديوهات. وفي ناس عملت فلوس وجت قالت لي الله يخليك انت فعلا ساعدتني وانت وفرت عليا حاجات كتير وكده، وانا اتبسطت جدا من الناس لما جت قالت لي كده، الناس فعلا بجد استفادت. وفي ناس جايه تقول لي طب ما تعمل لي انت، لا انا مش هعمل لك ولا حد غيري هيعمل لك، وانا ورايا شغل ومش فاضي حتى. بصوا يعني بقالي فتره ما صورتش فيديوهات، اول ما لقيت نفسي فضيت قلت اطلع على طول اعمل لكم الفيديو، يعني اللي هو نتكلم مع بعض شويه. وقلت برضو ارد عشان في ناس بتبقى فاكره ان امريكا هتديك بيت وسكن ومش عارف ايه، امريكا مش هتديك اي حاجه من الحاجات دي خالص، انت هتعتمد على نفسك بنسبه 100%. طيب يا علي لو انا كسبت اللوتري هل لازم يبقى عندي حساب بنكي؟ الاجابه لا، مش لازم لو كسبت اللوتري يبقى عندك حساب بنكي، تمام. ممكن تروح عادي بتحط لهم ضامن، والضامن ده اللي بتكتبه في الدي اس 260 مش بتكتبه في استماره التقديم. استماره التقديم ما بتحطش فيها غير صوره وبياناتك انت الشخصيه بس. لا انما بقى لما تكسب استماره الدي اس 260 دي قصه ثانيه، واللي عايزني فيها انا معاك مفيش اي مشكله، ومش هقول لك لا، ابعت لي قول لي انا عايزك تملى لي الدي اس 260 هملاها لك، مش هقول لك لا خالص يعني. والناس اللي عايزه تقدم كذلك، كل الناس يعني في اكتر من 400 واحد جم كلموني وقالوا لي عايزين نقدم، قلت لهم مفيش اي مشكله هقدم لك عادي، بس الصوره هتبقى عليك انت، انا مش هعرف اعمل لك فيها حاجه. هي دي المشكله، لان الصوره سبب كتير قوي في ان الناس ان هي تخسر يعني. ولازم تبقى حيطه بيضه، الخلفيه بتاعه الصوره زي ما اتكلمنا فيها لازم تبقى بيضه تماما. الاقي ناس في حته زي دي في الحيطه وحاجات كده، لا كل ده ما ينفعش، الحيطه ما ينفعش يبقى فيها اي ظلال خالص خالص ولو بنسبه 1%. ووشك لازم يبقى دايركت للكاميرا، في ناس بتتصور وهي عامله كده للكاميرا او كده، ما ينفعش. اتكلمنا يا جماعه في الموضوع ده ارجوكوا، الصوره قلنا 600 في 600 بكسل، صوره 5 في 5، 600 في 600 بكسل، اقل من 240 كيلو بايت، ولازم تبقى صوره جي بي جي، تمام، جي بي جي. واي شخص هيبعتها لك ابعتها له على الواتساب، تمام، مفيش اي مشكله. بس كده يعني، يا رب اكون فعلا فدتكم في الفيديو ده، ويا رب يكون في ناس استفادت. وانا مش هعرف اساعدك ان انت تيجي امريكا، انا كل يعني مش هعرف اوديك امريكا، انا بساعدك بس، انا عامل الفيديوهات دي توعيه، اقول لك ازاي افتح لك، افتح دماغك، او اديك فرص، اديك طرق ازاي تفكر بيها، احط الموضوع في دماغك لو انت طبعا في مستقبل افضل، او ايا كان انت في بلد ما فيهاش مش عارف تعمل اللي انت عايزه يعني، او حاجه زي كده، انت طمعان في مستقبل افضل، انت عايز تعمل فلوس، عايز تمتع نفسك تمتع اسرتك. انا عامل القناه دي عشان كده، الناس اللي حياتها زي ما بيقولوا بائسه او عايزه تغير حياتها تستفيد من الفيديوهات مش اكتر، تمام. لكن انا لا هعرف اوديك امريكا، ولا هعرف اوديك ماليزيا، ولا هعرف اوديك ايطاليا، ولا هعرف اوديك في اي حته. انا بقول لك انت ازاي انت تودي نفسك، تمام.
في ناس جت تاخد رايي في موضوع الصوره زي ما انا كنت فاتح. وبالمناسبه انا بطلت خلاص الموضوع ده، انا مش هاخد يعني، مش محدش يجي يبعت لي الصور تاني يا جماعه. انا كنت عاملها للخير، بس الموضوع بقى زي ما تقول فيه هبل او عبط تراكم كده، يعني الموضوع بقى مقرف. بقى في ناس تيجي تبعت لي الصوره اقول له ايه اللي انت عامله، ما تنفعش. يقول لي ليه يعني ما تنفعش؟ ده المصورات عاملها لي وقايل لي انا عارف. قدم، روح خد الصوره دي وقدم بيها. انا كعلي عمرو انا مش خسران حاجه، مش خسران حاجه. انا مش عاملها ليك انت، انا عاملها للناس اللي جايه فعلا بتسال بجد. انما انت طب لما انت كده حبيبي امال جاي باعت لي الصوره ليه؟ وبقى عامه يعني انا اديتك رايي فيها وانت حر، عايز تقدم قدم، مش عايز انت. انا بقول لك لله انا بعملها، ولا حتى يعني ما خدتش منك ولا مليم، وانا اصلا مش محتاج الحمد لله فلوس. فانا بعمل الموضوع لخير، خير والله مش اكتر. فالناس اللي جايه تتخانق معايا وتقول لي ليه يعني الصوره ما تنفعش، انت مين انت عشان تقول لي الصوره ما تنفعش؟ انت جاي بعتها لي ليه؟ حاجه يعني الواحد بيشوف برضه حاجات غريبه كده، بس مش كل الناس برضه، في ناس فعلا محترمه. في ناس بقول لها الصوره ما تنفعش وبيقول لي طب ليه، اديني رايك عشان اعمل الصح المره اللي جايه. بديلهم برضه كذا ملحوظات وكده اللي هي عشان الصوره ما تخالفش يعني. وفعلا بياخدوا الصور ويبعتوا لي الصور الجديده وبتبقى 100%، وبقول لهم الصور تمام ما فيهاش اي مشكله وينفع تقدم بيها. بس في فعلا كذا واحد جه يتخانق معايا في الموضوع ده لما قلت له الصوره ما تنفعش. بس هو حر، كل واحد حر. انا كعلي انا مش خسران حاجه خالص، لا خسران ولا كسبان. انت لما تيجي امريكا مش هتعمل لي انا حاجه، تمام؟ بس كده يعني، انا بحاول افيدك انت، بفيدك انت لنفسك مش مش ليا. يلا، كله في سبيل الخير. اشوفكم الفيديو اللي جاي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه لو عجبك الفيديو، او عامه يعني عشان تستفيد من الفيديوهات اللي بنعملها. وما تنساش لو في فيديوهات فاتت قبل ما تيجي تسالني، ارجوك لازم تبقى متفرج على كل الفيديوهات. كتير وكل حاجه، بس صدقني انا ما سبتش سؤال غير لما رديت عليه، وكل الناس اللي جت بتسال اسئلتها كلها في الفيديوهات. فتحياتي ليكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم الفيديو اللي جاي. علي عمرو، سلام عليكم.